باشا انت ضايقتنا ليه؟ العربيه بتاعتك ما ينفعلاش فيلم حمايه دي، انت زعلتني على فكره. يا باشا زعلتك ليه؟ ما انا قلت الحقيقه عشان يعني العربيه تقفيل مصري؟ لا، نوع الرش اللي عليها هو اللي عمل الازمه. ليه عمل الازمه؟ كوري ام جراند خارجه من مصنع بي ام اللي في مصر. صح، حلو قوي. ايه رايك بقى في اي عربيه بي ام دبليو اتقفلت في مصر عدى عليها 3 سنين هتلاقي مكشفه دهان؟ هات لي اي عربيه جيب اتقفلت في مصر، رشت في مصر، عدى عليها 3 سنين ومش مكشفه دهان. لو مش مكشفه دهان اتحداك اسال العميل هيكون عامل لها جرافين او حتى فيلم حمايه محافظ على العربيه، حطيتها في ظل ما بيغسلش بالبريل والصابون ولا فوطه الزفت. غير كده اي عربيه من دول هتلاقيها متدمره ومكشفه دهان بعد سنتين بس من خروجها من مصر. طب انا كده هستسلم اسيب عربيتي تكشف ولا تكشف ولا حاجه؟ انت هتستلم العربيه هيتعمل لها جرافين وتتعامل معاها معامله خاصه. المعامله الخاصه دي اصلا المفروض تتعامل بيها مع الافلام والجرافين، وعربيه ما فيش عليها اي حاجه. ايه بقى المعامله دي؟ هشتكها؟ لا، حضرتك هتغسلها بشامبو مخصص للسيارات، هتتجنب الشمس بقدر الامكان. لو عاملاها جرافين مش فارق معاك الشمس. افضل حاجه ليك بقى في العربيه دي اكسدامين وكبوت. طبعا هيبقى في جرافين معمول قبليه، هيبقى الجرافين هنا عزل الفيلم تحتيه، بس ان انت تعمل جرافين وفيلم العربيه كامل انت كده هكلف نفسك تكلفه فلكيه بجد، والموضوع حقيقي مش مستاهل. احنا هنا مش بنتعامل معاك ان انت زبون جاي يدفع فلوس ويمشي، لا، انا بحاول افيدك جدا سواء بالخدمه اللي بقدمها او بالنصيحه اللي بقولها لك. ما انا لو عليا يا باشا ركب فيلم، يلا نركب فيلم. عايز تعمل جرافين نعمل جرافين، يلا، ما هو كده كده انا هشتغل. بس انا بنصحك بالافضل ليك، فصدقني اللي انا بقوله لك ده ما يزعلك، بالعكس يخليك تبقى حريص في التعامل مع عربيتك.